السلام عليكم. استنى كده. السلام عليكم. السلام عليكم. جالكم اللي وحشكم، جالكم اللي انتوا مش عارفين تقضوا رمضان اصلا من غيره. اصلا تلاقيكم نسيتوا انا اسمي دشدش يا جدعان، بالمناسبه لو حد اصلا فاكرني. الناس اللي بتسأل انت كنت مختفي فين، انا هقول لك، ومش هقول لك لو انت كنت مهتم كنت عرفت لوحدك، عشان ده فيه قديم. كنت بستمتع يا باشا بالشهر الرمضاني، اشمعنى انت تستمتع وانا لا يعني. المهم يا جدعان، في خلال رحلتي خلال الشهر الرمضاني ال 15 يوم ولا 16 يوم اللي عدوا في شهر رمضان، والله يا جدعان رمضان عدى هوا يا جدعان. يا جدعان والله البدري بدري والله يا جدعان. زي ما قلت لكم في الحلقات اللي قبل كده يا جدعان، انا مشكلتي مع المجتمع، يعني انا مشكلتي مجتمعيه، لان انا يا جدعان يعني انا بقيت بشوف حاجات غير منطقيه بالمره، حاجات واللي يضايق اكتر ان انت بتقفش نفسك وانت ايه، او مش بتقفش نفسك حتى انت بتعمله وانت مبسوط. يعني مثلا اول حاجه هنتكلم عليها النهارده هي الصواريخ. انا مش عارف يعني، انا برضو اتجنيت، يعني انا حاسس ان انا اللحظه كده بحس ان انا مجنون. اوف، انت عبيط ولا ايه؟ انا بشوف يا جدعان صاروخ بجري على الولاعه، انا يا جدعان ما عنديش خلاص انا اتهوست، صاروخ ولاعه كلام في اي حته وفي اي مكان، ان شاء الله لو في بيتنا بقعد ارمي عليهم الصواريخ كنابل كده، فاهم؟ يعني الفكره ان انا مش لاقي مبرر اللي انا بعمله ده. يعني ايه يعني امسك اول لما اشوف صاروخ في اي حته واي مكان امسك انت عبيط؟ افرض ما ينفعش، في الكليه هولع صواريخ، في البيت هولع صواريخ، في الشارع هولع صواريخ، في اي حته هولع صواريخ. المشكله برضو ان انا بتواجهني نقطه ان انا كبرت. يعني يا جدعان انا راجل راشد دلوقتي لو انتوا مش واخدين بالكم، يعني انا المفروض ابقى قدوه للشباب اللي طالع جديد. بس لا يا جدعان، انا عايز اقف مع العيال تحت وافرقع صواريخ يا باشا. لا يا باشا، مفيش كبرت ايه يا جدعان؟ كبرت ايه يعني؟ ايه تعاقبوني على حاجه مش بايدي؟ يعني السن ده لو هتخيروني، لا انا مش عايز اكبر اصلا، فانت تعاقبني ليه على حاجه مش بايدي؟ انا زعلان والله على حالي يا جدعان. انا بعدي من جنب العيال الصغيره بتفرقع صواريخ ببص لهم كده، يا جدعان والنبي عدوني ما تفرقعوش فيها صواريخ والنبي. لا فرقعوا صواريخ يا باشا، هفرقع يا باشا، وهعمل عقلي بعقلك. انا اصلا عيل صغير والله، ببقى عايز اقول لهم يا جدعان انا لسه كنت اول امبارح واقف وعمه كان هو اللي بيعدي يقعد ينصحني، والفكره انا بقيت اقعد انصحهم. يعني طب انا هنصح الناس بقى؟ انت عارف ان الصواريخ دي ممكن اصلا تؤدي ان انت ايدك دي تتفشخ؟ انت عارف ان الصواريخ دي ممكن تأذي بيها حد؟ ولا هيفرق الكلام، ولا هيفرق ان انا كنت بسمع الكلام ده من هنا واطلعه من هنا. يعني الراجل يقعد ينصحني 3 ساعات، واول ما يديني ظهر ولا على الصاروخ واديله. والله حاسس ان انا كنت معروف الناس حرفيا بيطلع عليا دلوقتي. والصواريخ يا جدعان مش بتفرق ما بين كبير ولا صغير باشا، انت كبير في السن صغير في السن هتفرقع صواريخ. انت في حته جوه العقل كده، عارف؟ في ناس كيفها المخدرات، ناس كيفها الهيروين، ناس كيفها الشابو، ناس كيفها الميثامفيمين، ناس كيوف كتير. بس انا كيف يا باشا الصاروخ يا باشا، صوت الصريخ كده، صوت الصريخ الراجل مخضوض معدي في الشارع، يا سلام على الدوبامين اللي بتفرس دماغي ساعتها. صوت الصاروخ وهو بيعمل طق، ببقى مبسوط فشخ ومنتشي، ببقى منتشي. وانا بشم كده ريحه البارود وزعلي اما الصاروخ يطلع فيستك ويعمل بجيبه وبطلع تعالى بفرغه كده واولع في البارود بتجنن. فيا جدعان لا، فما تعاقبوش اللي قال على الصواريخ. فكره دلوقتي ان الصواريخ، يعني الصواريخ كانت زمان حته صاروخ ممكن تمسكه في ايدك ويفرقع، لا دلوقتي بيعملوا كنابل وفرشكه وحاجات كده فيا جدعان حتى دي فيها تكنولوجيا. يعني انا طب رجعوني بس شويه وادوني الفرشكه دي واتفرجوا كنت هعمل ايه. يعني بجد انا حاسس الحاجات دي امراض نفسيه بجد. تاني حاجه نتكلم عليها، انا مش عارف يعني حد هيفهمني ولا لا، بس اتمنى ان انا اكيد حد هيفهمني طبعا. انا الستوريات دي كلها غير انا ايه يا جدعان؟ يعني انا يا جدعان بقيت بفطر حاسس ان انا في شيفت. انا بفطر وادخل على الواتساب ستوري يا باشا، تمت تعبئه الكرش بنجاح، اللي هو جيري الصغير، تمت تعبئه الكرش بنجاح كده. انا الكيف واكمل يومي عادي. عارف اليوم اللي ما بعد الفطار ده ما احطش فيه تمت تعبئه الكرش انا عملته شيفت يا جدعان ما بيني وما بين صحابي. يعني انا بقيت اخش على صحابي، عملت لهم جروب كده بنخش نبعت فيه تمت تعبئه الكرش بنجاح، بس نطمن ان احنا اكلنا، ما بنتكلمش ما بنعملش اي حاجه، فاهمين؟ يعني احنا بنخش نبعت تمت تعبئه الكرش بنجاح وخلاص. تاني يوم تمت تعبئه الكرش بنجاح وخلاص. مش عارف علاقتنا بعد رمضان هنعمل فيها ايه، يعني خلاص بقى نقطعها ولا نعمل، مش عارف. بس انا ما اتكيفش كده يعني، عارف؟ ايدي يعني باكل وبتاع وبمسك التليفون، ايدي بقى بتشتغل مع نفسها، تم تبعت الكرش بنجاح، بعتها ستوري حطها في الجروب بس كده. وانا مش عارف ده مرض ولا ايه، لان انا مش عارف اعالجه. وحتى اليوم اللي ما ببعتهاش بحس ان
ايه ده؟ اليوم ده ناقصه حاجه بجد، اليوم ده مش طبيعي. تالت حاجه هنتكلم عليها هي مش حاجه، يعني ان الناس كلها بتاكل وتفطر وتنام. الناس تفطر وتنام تفطر وتنام، بتحس ان دماغك كده خلاص. يعني دي حاجه معروفه متعارف عليها، دي طبعا انا مش هتكلم فيها لان هي الناس انا اصلا جاي اصور الحلقه دي بالعافيه لان انا كنت عايز انام بعد الفطار. يعني انا ما اعرفش هصحى امتى، فاهم؟ انا بنام من الصبح لغايه الفطار، بصحى افطر والاقي دماغي انام لغايه السحور، اصحى اصلي الفجر وانا ايه. هتصحى امتى؟ حياتك عطلانه يا حبيبي، انت بتنام كل ده ازاي اصلا؟ لا يا جدعان، بصحى مصدع من كتر النوم، لا وهنام تاني يا باشا. انا ما بعتمدش رمضان شهر النوم. والله حرفيا في رمضان بصلي وبنام، ما ينفعش تعمل حاجه تاني، ما ينفعش تمتحن، ما ينفعش تشتغل، ما ينفعش تعمل اي حاجه. حتى لو تعمل حاجه بتعملها وانت يعني انا قاعد بصور الفيديو ده، انا قاعدين فيديو يا لهوي. فاهم؟ هو ده الاحساس اللي بيجي لك لو انت نازل. يعني انا نازل مثلا عندي كليه بكره، يا دين امي كليه، ببقى رايح بقى اي حد هيكلمني هاخد ضرب. دي حاجه برضو، يعني حاجه بقى اللي هي تخليني ان انا هتجنن بقى. يعني انا خلاص انا هتهوس دلوقتي، اللي هو خلاص بقى يعني. هو كل اللي فات بيأكد ان احنا مرضى نفسيين ومجانين، بس اللي جايه دي بتثبت لك ان احنا برضو غير منطقيين. مش عارف اللي جايه دي بتثبت ايه الصراحه، بس هي بتثبت حاجه ان احنا حاجه وحشه فشخ. يعني انا راجل بروح الجيم على طول في الايام العاديه، انا بروح الجيم على طول، عندي كليه عندي شغل عندي، انا بروح الجيم يا باشا. جيم انا نكر. انا من اول رمضان ما رحتش الجيم. ليه بقى؟ لان انا بروح بقى، لان انا بنام يعني الحقيقه المره. بس انا رحت يوم لقيت الناس كلها في الجيم، الناس كلها اجمعت ان هي هتخش في شهر رمضان. ازاي يا معلم يا معلم يا معلم؟ كيف يعني انت في الايام العاديه اصلا ما بتقدرش تقاوم ومش عارف تخس ومتنيل على عينك مش عارف تهدى بحاجه، جاي في شهر رمضان شهر الكنافه والقطايف اصل انت مش تحرم نفسك، ما تقنعنيش ان انت تحرم نفسك، لان انت في الايام العاديه اصلا اللي انت ممكن تنسى فيها الاكل بتاكل ومش عارف تخس، جاي في شهر الاكل وتقنعني ان يا باشا انا هخس الشهر ده ماليش دعوه. والفكره الناس كلها اجمعت على كده، فانتوا مين اللي قال لكم كده؟ مين اللي قال لكم ده تقدروا اصلا تعملوا كده؟ مش برضو ان انا قصدي ان انا اهبط في معنوياتك، بس انت يعني ليه يا معلم؟ قضي الشهر بسبوسه يا باشا وكل الكنافه وكل اشطوطه، بس مش تقدر تمسك نفسك. وحرفيا العيله كلها بتخلص اكل تقعد هات لنا بقى يا باشا، باشا هات لنا بقى الكنافه، كوبايه الشاي، يا دين امي. مش عارف اشتم، انا مش عارف اشتم ولا حاجه، بس الناس حرفيا كلها باشا كنافه اشطوطه. اصلا كوبايه الصوبيا دي اللي انت بتشربها قبل الفطار انت عارف فيها كام سعر حراري؟ فانت مستحيل مش هتقدر، مش هتعرف. انا هو احبطك واما تيجي تخس بعد شهر رمضان تعالى اقول دش قال لي انت مش هتخس. محدش هيجي لي بعد شهر رمضان. الفكره الناس دي كلها اصلا برضو بعد شهر رمضان خلاص. والله انا حاولت، يقعد يقنع نفسه بقى ان هو حاول في شهر رمضان اللي هو اصلا المحاوله فيه اصعب 3 اضعاف من الايام العاديه. يا باشا انا حاولت في شهر رمضان وما عرفتش. انا لا انا خلاص. فتيجي بعد شهر رمضان تدخل الجيم كده تشم، مفيش حد مفيش. والفكره ان بعد شهر رمضان في العيد يا باشا وكحك وشايب لبن طول اليوم، كحك سكر سكر سكر. اهو الناس نوعيه الناس اللي هي بتقرر ان هي تخس في شهر رمضان، عارف اللي هو ياكل لك نص كيلو بسبوسه مثلا ومش هحط سكر في الشاي. ماشي انا هخس في شهر، انا بتحدى الظواهر الكونيه. اتمنى ان انا انزل حلقه تانية في رمضان الصراحه. بس يا جدعان عايز اقول لكم بجد ان صلاه التراويح يا جدعان راحه نفسيه مش طبيعيه. صلاه التراويح وصلاه الفجر يا لهوي، يا لهوي يا جدعان. يعني فعلا استمتع بشهر رمضان يا باشا. اكرف كليه اكرف شغل باشا، ريح نفسيتك كده عشان انت طول السنه فشخ جلد ميتين امك. ارتاح يا باشا ارتاح، تصلي تراويح وتروح تاكل كنافه وكوبايه شاي، تنزل قبل الفجر كده بنص ساعه تقرا شويه قران فاهم، وتقعد في الجامع كده. يس بص بقى، ولا نشوه الصواريخ ولا نشوه الحشيش ولا نشوه، انت يا باشا بتفضى من جوه كده فاهم. الفكره ان انا بلاقي ناس كتير قوي عامله نفس الفكره، بلاقي ناس برضو قاعدين قبل الصلاه بيقروا قران وبتاع وقاعدين كده في الجامع. عارف اما تيجي تلبس كده طقميه جديده تغسل كده روحك من جوه، يلا اغسل روحك كده من جوه، يلا وانضف بقى، يلا امتحانات مين وبتاع مين اللي في شهر رمضان؟ يعني انا الامتحانات اللي جايه في شهر رمضان دي بتعكنن على الواحد اصلا. صلي الفجر كده وتروح من الجامع على الشروق، يا دين امي
سكر كوبايه الشاي يا باشا اللي انت بتشربها بعد الفطار دي بالدنيا. والله العظيم شهر رمضان فعلا فعلا حاول ان انت ما تضيعوش بجد. طبعا مش هتكلم على اللهم اني صايم يعني عشان خلاص اتهرست. لو حد انا هعمل عليه حلقه تانية الصراحه عشان نفسي اتشير الصراحه، ونفسي اجيب فيوز، ونفسي اجيب ريتش كده. عايز اشتري عربيه شاهين واركب لها 4 جنوط سبور واسقطها واركب لها طقم سماعات فاهم، وامشي بقى اصدع الناس واركب فاميه، واقعد بقى ايه انزل على التيك توك فيديوهات اقول لها شفت مش عارف بوري له ظهرها مش عارف، واقعد بقى انزل اقول لعيوب الشاهين ليه انا فاكرها ابيزه. نفسي يا جدعان اعمل كده يا جدعان، فاعملوا لايك وشير يعني حتى لو مش عايزين تعملوا لايك وشير ما تعملوش، يعني انا اصلا بهفن انا كمان. باي باي.